السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كنزة كوكين. جيتكم بوصفة جديدة سهلة اقتصادية. هذه الوصفة عبارة عن وصفة صابلي بصح عندها شكل راقي. لهذه الوصفة نحتاج 250 غرام مارغرين، كأس سكر ناعم حجم الكأس 220 مليلتر، كأس نشاء أو مايزينا. نحرك كامل هادو المقادير. نزيد عليهم 3 صفار بيض مع بيضة كاملة. نحرك البيض مع باقي المقادير. نزيد غرفة صغيرة فانيلا. انا استعملت فانيلا تاع البودرة، بصح نتوما تقدروا ديروا الفانيلا ليكيد. بعدها نبدا نطنب الفارينة، يعني ندير الفارينة مع كيس خميرة كيميائية. بالنسبة للفارينة ما نقدرش نمدلكم الكمية بالضبط، على خاطرش كل واحد والفارينة اللي عنده. كي نتحصل على هذا الخليط نقسم الخليط على زوج، واحد نزيد له فارينة والثاني نغطيه بالسيلوفان. ما لازمش ندير له الفارينة ضربة واحدة على خاطرش راح يبس لي. على هذه ندير كمية من بعد نزيد كمية. هذيك العجينة الاولى بعد ما طميتها بالفارينة تحصلت على عجينة الصابلي. ندير ساشي من تحت وندير العجينة وساشي من الفوق ونبدا نحل بالحلال. نجيب هاد الطابع. بالنسبة لهذا الطابع لازم ندير في الاول من هذه الجهة ونزيد كمية اخرى من الجهة الثانية باش كل زوج حبات يتلاصقوا مع بعض. الا درتهم بواحد الجهة ما يقدروش يلتصقوا لي. انا هنايا درت بالجهة الاولانية وسنيوة واحدة اخرى درتها من الجهة الثانية. ومن بعد جبت بيضة كاملة، درت فيه كاكاو بني، ونحرك مليح ونصفيه ونتحصل على هذا الخليط. نجيب بانسو نحط فوق الحلوة تاعي. ما قلت لكم بالنسبة لهذاك الطابع ما ديروش كامل بواحد الجهة، لازم نصف الكمية بالجهة التحتانية ونصف الكمية بالجهة الأخرى باش نتحصلوا على جوج حبات يتلصقوا مع بعض. هذا الطابع اللي بغات تشريه يسموه طابع الاس، يعني جاي على شكل حرف الاس باللغة الفرنسية. هنايا ندير هذيك اللي درتو معاكم، ندير فوق الحلوى تاعي ونجيب فرشيطة ندير بهذا الشكل، يعني نتبع شكل صابلي. بعد ما نديرهم كامل نحطه في الفرن اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجة ونخليهم يطيبوا.
بعد ما طابوا نلصق زوج مع بعض كيما قلت لكم. وحده درتها بالجهه الفوقانيه ووحده درتها بالجهه اللي من التحت باش يلتصقوا لي. كما قلت لكم بالكو ديروا هاد الغلطه وديروا الصابلي بواحد الجهه، بالكو نكرر ونعاود، لازم ديروا نص الكميه بالجهه الاولى والنص الثاني بالجهه الثانيه. نلصقهم زوج بمربى المشمش. بعد ما نلصقهم ندير المربع في الاطراف، في اطراف الصابلي، ونغمسو في الكنافه اللي كنت حمصتها مليح. لازم نحمصوها مليح، ولا تقدروا تشروا هذيك الكنافه اللي تباع محمصه، تجي هكذاك في الساشي محمصه. نتمنى ان يكون الفيديو واضح. بالنسبه للكنافه ننصحكم تشروا هذوك اللي يجوا محمصين، هذوك اللي خير. انا درت هذوك تاع الميزان حمصتهم، بصح نتوما ننصحكم ديروا هذيك اللي تجي محمصه، هذيك اللي تبد اللون شباب. لهم كامل ونتلاقاو في طبق التقديم. هذيك الحلوه تاعي كيفاش جات، الشكل تاعها راقي وتجي خفيفه تذوب في الفم. ننصحكم تجربوها. وصلت لختام الفيديو، نقولكم شكرا على المتابعه. خلوا لي جيم وكومنتير باش تشجعوني، وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناه. الى وصفه اخرى ان شاء الله.